كالعادة كنت بقلب على ميرش انفورمر عشان اشوف افكار لتصاميم جديدة للطباعة بالطلب، ولقيت الستايل دوت من التصاميم، ولقيت ان هو محقق مبيعات كويسة جدا. التصميم دوت بيتباع على ميرش باي امازون، وبيتباع على اتسي، وكمان العناصر اللي في التصميم اللي قدامكم دوت تقدروا تستخدموها في اكتر من نيش مختلف. زي ما انتم شايفين التيشيرت اللي قدامنا دوت عن المدرسين او المجال بتاعه او الفئة المستهدفة اللي ممكن يلبسوا التيشيرتات ديت هي المعلمين او المدرسين او التيتشرز. التيشيرت دوت مثلا معمول عن الفورث جريد او الصف الرابع. هنعرف مع بعض النهارده ازاي نعمل التصميم دوت بالتفصيل. بس قبل ما نبدا عايزه اقول لكم ان الاداه اللي انا بستخدمها عشان اجيب بيها افكار لتصاميم جديده واشوف المبيعات بتاعتها كويسه ولا لا هي ميرش انفورمر، وهي اداه مدفوعه تقدروا تشتركوا فيها وتحصلوا على خصم 20% عند الاشتراك عن طريق استخدامكم لكود تحفه وورلد. وهسيب لكم رابط الاداه وكود الخصم تحت في صندوق الوصف. اما دلوقتي بقى يلا بينا نبتدي في فيديو النهارده. فتحت ادوبي الستريتور بالشكل دوت، وكالعاده هضغط من هنا كده فايل، ومن هنا كده دوكيومنت سيت اب، وهعلم على سيميوليت كلر بيبر، واختار من هنا ان اللون يكون اسود، وهضغط اوكي وبعد كده اوكي بالشكل ده. ولو هنجت معاكم او حصل اي مشكله فتقدروا تعملوا هايد لللاير دي وترجعوها تاني عشان يظهر لكم الارت بورد بتاعكم بخلفيه سوداء. ولو عندكم اي مشكله في التعديل دوت فتقدروا ترسموا هنا بالريكتانجل تول مربع او مستطيل يكون لونه اسود، ولما تيجوا تعملوا اكسبورت تخفوا المربع دوت من هنا. هحط بقى التصميم بتاعي كده بحيث يبقى موجود قدامي هنا عشان اشوفه وانا بعمل التصميم بتاعي. وهروح اجيب البن تول بالشكل ده، وانا ضغطه شيفت هرسم خط بالشكل ده كده، وهخلي ان هنا ما يبقاش فيه فيل خالص. ومن بروبرتيز هختار الستروك هزوده كده بالشكل ده، وهخلي الستروك مثلا يكون لونه ابيض عشان يبقى واضح عندي. هجيب هنا كده الكيرفيتشر تول وهاجي في نقطة المنتصف تقريبا وهضيف نقطة بالشكل ده، وبعدين ارفعها كده. دوست كنترول ار من الكيبورد عشان الرولر دي تظهر لي، وهشد منها كده واعمل جايد هنا بالشكل ده. بالكيرفيتشر تول بقى هعلم على القوس بتاعي واشده كده، اجيبه هنا واجيبه هنا بالشكل دوت عشان القوس بتاعي يكون مظبوط اكتر. وممكن ارفع دي كده شويه او اخليها زي ما هي، والقوس بتاعي موجود هنا عادي خالص وانا معلمه عليه. هضغط من الكيبورد كنترول سي وبعد كده كنترول اف اللي هي بيست ان فرونت، وبصغر بقى القوس بتاعي بالشكل دوت. وهنا مش بصغر واكبر وانا ضغطه شيفت عادي خالص هنا كده بالشكل ده. وهقلل الستروك شويه لان احنا دلوقتي عايزين نعمل القوس اللي لونه بينك هنا كده، فطبعا هو ارفع بكتير من القوس الاولاني. فصغرت الستروك لحد ما بقى 51 او خلينا نخليه 50، وهظبطه بالشكل ده. القوس دوت وانا واقفه عليه كده ومختاراه هختار كنترول سي وبعدين كنترول اف، وكذلك برضو اصغره. دلوقتي احنا بنعمل القوس اللي بعده على طول اللي لازق فيه، فهنصغره كده وهنخلي المسافه ما بينهم مش كبيره. وبعد كده هنعمل القوس البينك الصغير اللي جوه دوت، فهنضغط كنترول سي وكنترول اف من الكيبورد وهنصغر بالشكل ده. هعلم عليهم كلهم كده. هما دلوقتي عبارة عن باثز، احنا عايزين نحولهم بقى لاوتلاينز او يعني ان احنا نقدر نملاهم بفيل كولر. ومن اوبجكت هنا هختار باث وبعد كده اختار اوتلاين ستروك. من اللحظه ديت كده هم خلاص اتحولوا لي وما بقوش باثز وبقوا اوتلاينز. يعني ما نقدرش نعدل عليهم بالكيرفيتشر تول كخطوط داخليه، لكن نقدر نعدل على الشكل دوت كله. هنرسم بقى دلوقتي القلوب والنقط اللي موجوده جوه ديت والقلب دوت. فكالعادة تجربتي مع رسم القلوب مش افضل حاجة. هضغط يمين على الريكتانجل تول ديت وهختار من هنا كده بوليجون، وهضغط في اي مكان ضغطة واحدة وهختار 3 واضغط اوكي. كده هيترسم لي مثلث بالشكل ده. هكبر المثلث كده بتاعي شوية وانا ضغطة شيفت هلفه بالشكل ده. بعد كده هجيب الكيرفيتشر تول واحط نقطة هنا كده في المنتصف، والنقطة دي هضغط عليها دبل كليك وانزلها لتحت. وهنا هضغط دبل كليك عشان اخلي دي كده منحنية، وهنا هضغط دبل كليك برضو عشان اخلي دي منحنية. ودي تقريبا يعني من اسهل الطرق اللي نقدر ان احنا نرسم بيها قلب على الستريتور اللي انا اكتشفتها مؤخرا. وطبعا تقدروا ترسموا القلب بايديكوا عادي خالص، سواء بقى بالبن تول او بالبراش تول باي اداة انتوا عايزينها. وده كده الشكل النهائي بتاع القلب بتاعي. هاخده كده بقى كنترول سي كنترول في، اخلي منه هنا كده نسخة على جنب احتياطي واصغره بالشكل دوت.
هغير كمان الالوان بتاعه الاقواس اللي انا عملتها ديت دلوقتي لاي لون كده تاني مؤقتا، عشان بس اعرف ارص القلوب بتاعتي دي. القلب بقى دوت واحد منهم اهو، هحطه هنا كده وهكبره شوية وهميله واحطه هنا كده بالشكل ده، واخد بقى القلب تاني كده، وكل شوية بقى هاخده كنترول سي كنترول في يعني كوبي اند بيست، وهرصصه هنا بالشكل ده، وهاخد واحد هنا كده احطه في المنتصف، وهكمل ترصيص في القلوب في الجزء الشمال. وبعد كده هعلم بقى على القلوب اللي انا حطيتها في الجزء الشمال دوت كلها، ومن الكيبورد هضغط كنترول سي وبعد كده كنترول اف يعني كوبي وبيست ان فرونت. هضغط من الكيبورد او هاجي من هنا كده اضغط يمين واختار الريفلكت تول، وهضغط انتر من الكيبورد. هختار ان انا عايزة الدوران بتاعي او الانعكاس بتاعي دوت يكون فيرتيكال، وهتأكد ان البريفيو دي محطوطة، هلاقيها عملت لي بالشكل ده واقول له اوكي. هاخدها كده بقى واحطها هنا بكل سهولة، بدل ما اقعد اكررها بشكل يدوي مرة تانية. ممكن مثلا بعد ما احطها كده اعدل على حاجة بسيطة كده فيها. الزخرفة اللي بعد كده اللي في التيشيرت بتاعنا هي النقاط اللي موجودة هنا، ودي سهلة جدا. هنيجي هنا كده ونختار الاليبس تول، واحنا ضاغطين شيفت نرسم دايرة بالشكل دوت ونديها لون ابيض. ممكن الدايرة بتاعتنا لو عايزينها ما تبقاش يعني كده متظبطة بالظبط مثلا، وتبقى كأنها بقى منبعجة كده شوية، كأنها يعني مرسومة بالايد، نغير في النقاط الرئيسية اللي بتبقى موجودة في الدايرة بالشكل ده. وبرضو هاخدها كنترول سي كنترول في واخلي نسخة كده منها هنا على جنب احتياطي، واروح احطها هنا بالشكل ده وهصغرها، وهكرر النقط ديت كنترول سي كنترول في اكتر من مرة. هعمل دلوقتي بقى لوك للاقواس ديت كده، وبعد كده هسحب وهعلم على النقط ديت وهشيل منهم القلب، وبرضو اختار كنترول سي كنترول اف اضغط من الكيبورد وبعد كده انتر، واضغط اوكي عشان اعكسهم الناحية التانية بالشكل ده، وبعد كده احركهم زي ما انا عايزة، وانسق بقى لو في حاجة عايزة اظبطها كده بشكل يدوي كده. احنا يعتبر خلصنا الجزء الاصعب من الرسمة بتاعتنا او من التصميم بتاعنا، ودلوقتي بقى هندخل على الجزء الاسهل. اللي هعمله ان انا هختار من هنا كده قائمة layers، وهعمل بقى unlock للاقواس اللي انا كنت عملت لها لوك من شوية. ودلوقتي بقى هنلون القوس دوت كده والقوس اللي هنا دوت كده. هنلونهم ازاي؟ احنا عايزين نعملهم باترن اللي هي بتكون على شكل الجلد بتاع الفهد دوت. في اكتر من طريقة في اننا نعمل اصلا الباترن بتاعت جلد الفهد ديت لوحدها كده على جنب ونصممها من الصفر، لكن الحمد لله احنا مش مضطرين لكده، لان الباترن دي موجودة جاهزة في ادوبي إليستريتور. نضغط على الاوتلاينز اللي احنا عايزينها تبقى باللون او بالباترن بتاعت الفهد ديت، وهنيجي هنا كده هنختار السواتشز. ولو السواتشز ديت مش ظاهرة عندكم تقدروا من ويندو هنا تنزلوا لحد حرف الاس وتضغطوا صح على سواتشز هنا، وهاجي على العلامة اللي عاملة زي المكتبة ديت اللي هي سواتش لايبراريز منيو، وهختار بقى باترنز، ومن هنا كده هلاقي نيتشر وهختار نيتشر انيمال سكينز. الباترنز ديت بتيجي مع ادوبي إليستريتور بشكل جاهز، اقدر ان انا الونها بالشكل ده، اقدر ان انا الونها كمان بالشكل دوت، وكمان بقى في جلود حيوانات تانية زي جلد الزبرة. يعني انا شايفة اصلا احنا لو عملناها جلد زبرة هيبقى شكلها تحفة جدا، عجبني اصلا اكتر من التصميم الاصلي. كمان اقدر ان انا اختار بقى مجموعة مختلفة من الباترنز. خلينا مثلا نختار دي، مجرد ما اختارها هلاقي الباترن دي جات لي هنا كده اسمها جاكور. لو الباترن دي مثلا مش عاجباني وعايزة اعدل عليها اقدر ان انا اضغط دبل كليك كده عليها من هنا واعدل عليها زي ما انا عايزة، زي ما اتعلمنا في الدرس زمان بتاع الباترن. هاخد باترن اوبشنز دي واختار مثلا اسميها اسم تاني مختلف، اختار ان انا ابعد مثلا دي كده، اجيبها احطها هنا، اغير فيها زي ما انا عايزة. اقدر كمان اختار اللون بتاع الخلفية بتاع الباترن بتاعي ده لو عايزاه يكون درجة مختلفة، يعني مثلا ممكن اغمقه كده شوية يبقى بيج غامق شوية،
ممكن افتحه، وساعتها طبعا يا اما اختار دون يعني هحفظها هي الجاكوار ديت بقى عدلت عليها وحفظت التعديل الجديد، او سيف ا كوبي يعني اعمل لي نسخه تانية، وساعتها مثلا اسميها جاكوار نيو او جاكوار اي حاجه بقى 2 او اي حاجه انا عايزاها، او اختار كانسل واشتغل بالباترن اللي هي اصلا موجوده في الستريتور، وهقفل دي كده. وبعد كده بقى هنلون الجزء دوت والجزء دوت. فمن لايرز كده هنا انا كنت مجهزه عندي الالوان الباليتا بتاعتي اللي هما الابيض والبينك، فهعلم على دي واعلم على دي كمان، واختار اي من الكيبورد والونها بالشكل ده. وبعد كده بقى هكتب هنا النص بتاعي، ناخد التايب تول بالشكل دوت، وهنيجي هنا كده ونكبر الخط عشان نشوف احنا بنكتب ايه، ونكتب كله كابيتال 4th grade. ومن properties هنا الخط اللي انا هختاره للتصميم بتاع النهارده اسمه بوبا ميلكي، والخط دوت برضو تقدروا تحملوه من الرابط اللي موجود تحت في صندوق الوصف، هتلاقوا بقى في رابط فيه درجات الالوان، كل حاجه انتوا عايزين تستخدموها. الخطوط ديت بشكل مجاني للاستخدام التجاري والاستخدام الشخصي، تحملوها منين. وهشيل بقى الجايد بتاعي بالشكل ده، وهخفي الحاجات اللي ملهاش لازمه بالشكل ده، علم على التصميم بتاعي كده كله واصغره شوية واجيبه هنا في المنتصف. وده كده شكل التصميم بتاعي النهائي. نقدر ان احنا نستخدم جمل كتيرة جدا سواء في مجال التدريس او في مجالات اخرى. ممكن نكتب فورث جريد، عندكم بقى كل الجريدز او كل الصفوف الدراسية تقدروا تكتبوها. تقدروا تكتبوا جمل عن المدرسين نفسها مثلا زي تيتشرز لايف. تقدروا كمان التيشيرتات دي تبقى مثلا للامهات، تحطوا عليها مثلا سوبر ماما او اي جملة انتوا حابينها. ودي كانت كل حاجة الفيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد. كمان ابعتولي مشاركاتكم على رسائل فيسبوك وانستجرام، هنشرها باساميكم في البوست الخاص بالتصميم دوت على المدونة. وتقدروا تتابعونا على المدونة انستجرام تليجرام وفيسبوك عن طريق الروابط الموجودة تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في تصميم جديد وفيديو جديد. دمتم بخير، باي باي.